الايام اللي فاتت برضو شفت فيه هجوم كبير على محمد هنيدي، انا مش عارف ايه سببه لحد دلوقتي، على فيلم مرعي البريمو. طب يا جدعان، هو الراجل ما قالش حاجه، هو الراجل قال لك من وجهة نظره هو او لعبة سوشيال ميديا ان الفيلم ده هيبقى احسن من الافلام التانية على حسبان محمد هنيدي. بقى ما بيحسبش افلامه القديمه وش اجرام والحاجات دي كلها، محمد هنيدي بيحسب اللي هو اخصائي تجميل دكتور جميل، وبيحسب على الانس والنمس وعنتر ابن شداد. ما بيحسبش على بقيه افلامه، هو بيحسب على الثلاث افلام اللي الناس شايفاهم سقط، والناس عندها حق ان الافلام دي ما نجحتش ومحمد هنيدي ما اداش. ومحمد هنيدي لما في كل حته قاعد يقول لك شوفوا مرعي البريمو حاجه جديده، مرعي البريمو مرعي البريمو، مش محمد هنيدي يا جماعه، عادي ممكن دي تكون لعبه انتاج، لعبه سوشيال ميديا. يعني انا كنت قاعد مع واحد صديقي فسالته الحوار ده، بقول لي يعني مثلا هو الممثل ده وجهه نظر؟ قال لي لا، دي لعبه سوشيال ميديا، هم بيعملوا كده عشان الناس تدخل تشوف، فبدل الفيلم ما بيقعد اسبوعين في السينما ممكن يقعد اسبوع ويمشي على الارباح بتاعت اول كام يوم، اللي هو الناس اتشوقت ان محمد هنيدي رجع تاني في فيلم، فقاموا داخلين يتفرجوا على الفيلم، فالناس دخلت وقعدت تهاجم. فانا شايف الصراحه يا عم ما تتفرجش، يعني ما تتفرجش عادي، انت ما عجبكش الفيلم اطلع اتكلم باحترام، قول للناس يا جماعه الفيلم مش كويس وانتوا ادخلوا وحكموا رايكم، مش تطلع تقول ده محمد هنيدي فشل، محمد هنيدي اسوأ فيلم، محمد هنيدي عمل، محمد هنيدي عمل. ما هو انت كده بتركب ترند بالاخر، اللي انت تطلع تخبط في ممثل ليه جمهوره وبتتشتم باهلك وبتتشتم فانت ليه تدخل نفسك في حته من الاخر، يعني زي ما بنقول حته سد، وبتهاجم ممثل ممكن بعدها يعمل عمل فيبقى شكلك وحش لما تطلعي تقول ده افلامه كلها. ما انت دلوقتي لما قلت افلامه كلها وحشه، لا انت لو كنت قلت فيلم وحش فما يجي يعمل عمل جديد والفيلم عجبك انت هتتكسف تطلع تقول الفيلم كويس، الفيلم مش كويس، الفيلم كذا. فهو اللي عندنا في مصر الصراحه الهجوم بقى زياده على الممثلين وعلى اي حاجه، يعني اي حاجه بتحصل في مصر تلاقي ناس بتهاجم وناس بتدافع، وفي الاخر دي كلها لعبه سوشيال ميديا عشان يطلعوا ترند.